السلام عليكم. والله انا فرحان لكذا حاجه، هفرحكم معايا. يا رب تفرحوا يعني. اول حاجه الحمد لله اشتريت لايت حلو. تاني حاجه معايا تليفون هقدر اصور بيه، يعني هيفي بالغرض كده شويه ان شاء الله يعني. وتالت حاجه ان انا كنت قاعد تقريبا دي 15 مره اصور الفيديو ده. كل ما اصور اللايت يتعدل يقوم واقع عليا والدنيا بايظه، بس يعني ان شاء الله المره دي هيظبط كده، انا بقول كده يعني. رابع حاجه ودي الاهم، انا ان شاء الله هقول لكم في القناه دي. انا هحاول يعني هلخص كده كل اللي هحاول اعمله ان شاء الله باذن الله. اول حاجه يعني في كام كتاب كده قريتهم، في كتاب بقراه وعامل لهم ملخص حلو، عامل فيديوهات عن مثلا الكتاب ده كذا كذا، واقول لكم الملخص بتاعه، المختصر المفيد جدا جدا جدا. فعلا الكتب دي بجد، انا اول ما سمعت عن الكتب والقرايه كان من ابو زيد تقريبا. ازاز، لو حد يعرف ابو زيد اللي هو دروس اونلاين. ازاز. مين تاني. في ناس كتيرة محترمة والله سمعت عن حوار الكتب ده. انا اصلا اول ما سمعت ايه الكتب دي يا جدعان، هو زي اي حد اقرا يا جدعان، وانا فيها دماغ اروح اقرا واعمل وبتاع، ايه الحاجات دي؟ انا مبحبش اصلا اقرا. بس فعلا الكتب دي اقسم بالله معرفتش قيمتها الا بعد كام شهر بس. فعلا الكتب دي يعني it's very important, not no very important, it's so important in my opinion. بس فعلا والله فاكت يعني هي يعني مهمة جدا. دي أول حاجة. تاني حاجة الناس اللي أنا بشوفها ولغاية دلوقتي بشوفها فرقوا في حياتي جدا جدا جدا. حاول يعني أعمل ستوريز أو فيديوهات عن الحاجات دي. إيه العادات اللي أنا عملتها؟ شفت العادات الحسنة وحطيت العادات السيئة، وده عشان تبقى فاهم اللي أنا أغير عاداتي من الحسنة للسيئة كان أغلبها بسبب الكتب والفيديوهات. يعني عشان أقول لك الكتب فوائدها حتى لو مش لحظية بس لها فوائد في المستقبل. بعمل في حياتي يعني انا يومي عامل ازاي عشان انا اقسم بالله مش من سنين، لا بتاع كده 5 7 شهور كده 9 شهور. والله كنت اكأب واحد تشوفه في حياتك، مش هتشوفه. لو شفتني كأبت الدنيا كلها عليا، لان انا كنت عايش حياتي غلط، غير بقى غلط ومش عارف ايه والحاجات دي. مفيش اي حاجه في حياتي صاحي منهم قاعد على التليفون لغايه ما انام. ايه بقى دي عيشه يا جدعان؟ في واحد ناجح يبقى عامل كده؟ لا ما ينفعش. وطبعا كل ده يعني مثلا لما واحد يشوف حد ناجح يا ريتني زيه، ما اقدرش ابقى زيه. شوف الناجح ده عشان يوصل اللي هو فيه عدى بكام مرحله. هو مفيش حد ناجح بقى ناجح كده، ولا عمرها هتحصل ولا حصلت. ولازم بيحاول يقع ويحاول ويقع ويحاول ويقع ويحاول ويقع لغايه ما بيوصل. هو هيوصل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مش إلا ما دعا، مش إلا ما تمنى، مش إلا ما أراد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللي هتسعى له هتاخده، مفيش كلام. يعني الحاجات دي مفيهاش كلام. اللي انت بتسعى له هتاخده، بس تسعى له بقى صح. مش واحد انا نفسي ابقى مثلا دكتور، انا مش قادر اذاكر وربنا كرمه ودخل، ايه يا جدعان مواد كتير يا عم اقعد ساكت، انا في دماغي اذاكر. انا نفضل نذاكر ونعمل مش شغل، انا مفيش دماغ. فان شاء الله يعني انا هحاول اقول لك عملت ايه وازاي اتغلبت على الحوار ده وطلعت من الكتاب اللي انا فيه. والحمد لله انا دلوقتي والله بدون مبالغه انا اسعد سعيد جدا كل حاجه الحمد لله. اي نعم بيجي عليا اوقات بضغوط ومتضايق ومش عارف ايه، بس مش زي الاول. ممكن اول اسبوعين قاعد مكتئب ومش هروق. بعدين كده خد بالك الاكتئاب ده غير ان هو بيضر صحتك النفسيه، خليك اصلا ما بتعملش حاجه، مش ليك نفس تعمل حاجه، غير ان هو بقى خليك يعني مش عايز اقول لك شايف الدنيا سودة. والله العظيم في مقولة حلوة في الحوار ده بتقول لك ايه، هي يعني احسبها زي ما بتحسبها، بس انا بحسبها بالنسبة لي موتيفيشن. استنى انا نسيت والله. تقول كانت على لساني دلوقتي. بتقول ايه؟
انا نسيت حابة اقولها بس انا نسيت يعني دلوقتي. فان شاء الله هحاول اقول لك يعني ازاي تغلبت على الحوار ده، وملخص كتب، وازاي الناس، وازاي انا اصلا الحمد لله دلوقتي بصحى من اذان الفجر، اصلي الفجر واقول اذكار واعمل اللي ورايا، وبنام بعد العشاء او بعد الساعة 9 كده. فازاي انا قدرت اصلا اصحى الفجر وبعمل ايه في كل الوقت ده، فرق في حياتي. ان شاء الله في مفاجأة كبيرة قوي 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 بعد 5 شهور ان شاء الله، باذن الله 6 شهور لو ظبطت هقول لكم عليها بقى، وهتحبوها جدا 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 انا متأكد. فيعني ان شاء الله كل اللي جاي خير. ده كان فيديو كده ترحيب وتمهيد كده، يعني فاهم الناس اللي هيمشي في القناة دي. والسلام عليكم.